ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ لو عايزين تعملوا حاجة سريعة كده وفي نفس الوقت تبقى طعمها حلو قوي من غير وقفة كتير ولا مجهود ولا عجن ولا اي حاجة خالص، ولادكم يتبسطوا بيها قوي، هنعمل النهاردة مع بعض ساندوتش حلو قوي. وهنعمله بحشوة الفراخ بتتبيلة سهلة وبسيطة بمقادير كلها في البيت، مش محتاجين نجيب اي حاجة من بره من كتر ما هي سهلة، لكن طعمها حلو قوي. وساندوتش زي ده لو جبناه لاولادنا من بره هيبقى غالي قوي. اتفرجوا على الفيديو للاخر ويا ريت تقولوا لي رايكم ايه. واللي ما يعرفنيش، انا سميره وده مطبخي. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه. اول حاجه انا جبت نص كيلو من صدور الدجاج، قطعتها مكعبات وحطيت معلقتين كبار من الزبادي، معلقه كاتشب. احنا نعمل تتبيله سهله قوي للفراخ وخفيفه في نفس الوقت. ومعلقه مستردة لو موجوده، طب بتدي طعم حلو قوي للتتبيله. لو مش موجوده ممكن نستبدلها بمعلقه كاري. معلقتين من الزيت، وعصرة ليمون، نص ليمونة كبيرة كده أو ليمونة صغيرة. وهنا معايا البهارات، معايا بهارات فراخ، معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شوية شطة للي يحب، وفلفل أسمر. وهقلب كل الكلام ده كده مع بعضه وهسيبه 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. أنا قلتلكوا أكلة سريعة وسهلة وفي نفس الوقت مفيش وقفة خالص في المطبخ، وهنعمل حاجة تبسطنا وتبسط ولادنا جدا، لأن طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الأكل التكاوي ده وبيحبوا الأكل السريع. في طاسه بقى على النار هنخليها تسخن كويس قوي، وبعدين ننزل الفراخ اللي احنا تبلناها كده عليها بدون اي ماده دهنيه. هنستكفى بمعلقتين الزيت اللي حطيناهم في التتبيله. مش هقلبها على طول، هسيبها شويه كده لما تتشمع من تحت، وبعد كده هبتدي اقلب فيها. اللي اول مره يشوفني بقى يا ريت يشترك في القناه ويتفرج على الفيديوهات القديمه، في حاجات هتعجبه، وبحاول على قد ما اقدر اعمل لكم الفيديوهات بمنتهى البساطه كده، ما يبقاش فيها تعقيد. هفضل اقلب في الفراخ لما تشرب الميه بتاعتها وتبقى استوت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنروح بقى نجيب فينو، اي نوع فينو انتوا تحبوه تفضلوه، وهنفتحه من فوق كده مش من الجنب، عشان ياخد اكبر كمية من الحشوة اللي احنا عايزين نحطها، وكمان يبقى شكله حلو زي ما انت شايفة كده. فتحته، وهجيب شوية من الجبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة عندك. هحط شوية صغيرين بس من تحت عشان يمسكولي الحشوة اللي انا هحطها. وهحط بقى قطع الفراخ اللي احنا عملناها، هنرصها كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى هنحط زيتون وفلفل، هنعملها معاملة البيتزا بس من غير ما نعجن ولا نستنى العجينة تختمر ولا أي حاجة خالص. وبعد كده شرايح من فلفل الألوان لو موجود، وحطي جبنة بقى زي ما انت عايزة على حسب ذوقك انت. طبعا الجبنة هي اللي بتحلي الساندوتش ده. حاجة بسيطة قوي وسهلة ومش تاخد معاكم وقت خالص. نعمل مع بعض واحد تاني برضو بنفس الطريقة، جبنة في الأول وبعدين فراخ وزيتون وشرايح فلفل، وهنحط جبنة من على الوش. الجو حر وعايزين نعمل حاجات سهلة كده وبسيطة، عشان ما نقفش كتير في الحر. عشان الايام الجايه دي بقى نبتدي نعمل الفيديوهات التقيله بقى اللي هي بتاعه العيد، كل سنه وانتم طيبين. يا ريت تتابعوني وتتفرجوا على الفيديوهات دي، فيها حاجات كتير هتعجبكم. اللي عملته على الوش ده اختيار شخصي ليكم، يعني هو بس للشكل الجمالي، شويه زيتون وفلفل كده يدوا الساندوتش شكل بس. وهندخلهم، هنحطهم في صينيه بقى وندخلهم الفرن تحت الشوايه لحد ما الجبنه تسيح، وبألف هنا وشفا. هيطلع بصوا مش هياخد دقيقتين بالظبط، هيطلع معاكم والوش الفينو مقرمش كده وجميل، والجبنة سايحة وطعمها حلو قوي. طبعا ده انا كنت استعجلت عليه وطلعته، ما كانتش الجبنة ساحت قوي. هوريكم بقى دلوقتي اللي الجبنة ساحت فيه حلو. بصوا ده بقى صحيح وشه اتلسع شوية من فوق، بس الجبنة بقى لما ساحت بقى طعمها في منتهى الجمال. جربوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم، واتمنى تتابعوني على قناتي.